السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في الفراخ بتاعتنا؟ طبعا انا عارفة ان المنظر ده مش هيعجب ناس كتير، ولا عاجبني انا كمان بالنسبة للارض، يعني ان هي مش نظيفة. بس انا حرفيا تعبت من كتر ما انا بكحت فيها، فمجهود رهيب قوي. انا قايله لكم ان انا جايبه بطاريه كبيره هلم فيها كل الفراخ ان شاء الله اللي قدامكم دي، لان هي بطاريه 2 متر في ارتفاع، انا عاملاها 3 ادوار، فيعني تقريبا هتاخد يعني حيطه الا حاجه يعني، او حيطه كامله من اللي في الجنب دول، فهتشيل كتير وتساعدني ان شاء الله على النظافه يعني. بالنسبه للحر اللي مقرفني شويه وبيخلي حاجات تموت، انا عملت النهارده عصير ليمون، بس طبعا عشان جيت الصبح بدري فلقيتهم عطشانين قوي، فحطيت بسرعه الميه وحطيت العصير. كنت عامله عصير مركز وحطيته في الميه وانا طافيه عليهم النور، بس دلوقتي انا منوره بس عشان خاطر نتكلم. برشيت عليهم ميه، رشيت عليهم ميه كويس قوي. والله المستعان، ان شاء الله الحر ده هينتهي بالنسبه لي انا اول ما البطاريه تيجي وانقلهم، وهحط مروحه في المكان تكون فوق شويه. النقطه بقى اللي لسه شايفاها حالا، التعليق بتاع الباشمهندس وجيه. طبعا انا بقبل النصيحه باي شكل من الاشكال، اقبل طبعا الكلام واقبل النصيحه، بس كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر هو ماشي فيها. في طريقه مثلا تمشي مع حضرتك، او ينفع انت حضرتك تعملها، او وده طريقه ما ينفعش انا اعملها. او مثلا في حد بيربي ماشي باسلوب معين وانا ماشيه باسلوب معين. انا عندي مثلا عدم تخطيط شويه، فده لعدم الامكانيات اللي في ايدي. انا طالعه من مشروع دخلت فيه بكل طاقتي وكل الفلوس اللي كانت بتجيلي، انا داخله صفر، ما كانش معايا حاجه. ربنا كرمني وبقى معايا كتير، بس كان كل ما يبقى معايا قرش اشتري، كل ما يبقى معايا هتشتري ايه يعني، ايه اللي بتشتري؟ بشتري فريزرات، بشتري حاجات تنفع للمشروع بتاع توزيع المجمدات. وكان المشروع قائم وكبير جدا، وكان بيكلموني من محافظات كتيره قوي. الحمد لله كان الشغل ليه سمعه، وكان ليا كروت وورق مطبوع باسمي، وكانت الموضوع كبير يعني الحمد لله. فما قدرتش بقى اوفق ما بين ده وما بين البيت. طب بما ان انا عندي طاقه الشغل وعندي الطاقه اللي انا عايزه اشتغل، فقررت ان انا انهي المشروع التاني مؤقتا وابدا في مشروع التربيه. طب بما اني صرفت كتير قوي وما كانش طلع لي، انا بقالي 3 سنين ونص وما كانش طلع لي اي حاجه من المشروع، فما كانش ينفع ان انا ابيع كل حاجه من مشروع المجمدات ده وفجأة اروح مشتريه بقى بطاريات كلها واجهز الاماكن واجهز واعمل زي عنابر بقى وكده. مش هينفع، انا نفسيتي اتدمرت ان انا مش في ايدي قرش، يعني شغاله 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 ومش معايا قرش. فقررت ان انا ابدا بدائيه عادي، ان انا اربي شويه في الاوضه كده في الارض واشوف الدنيا ماشيه معايا ايه. فانا لما بدات بحاجه بسيطه، مش بدات بالكميه اللي انتوا شايفينها دي. انتوا تابعوا معايا الفيديوهات كده هتلاقوا ان انا بادئه بحاجه بسيطه، مثلا 150. فمع مرور الوقت لو انا ما بكسبش انا مش هكمل. انا ماشيه بعشوائيه شويه، بس انا لو ما بكسبش مش هكمل. فلو حد ماشي بترتيب وبيكسب مثلا 5000 وانا ماشيه بعشوائيه وبكسب 1000 او 2000، فانا راضيه. ليه راضيه؟ لان انا لسه بتعلم، وانا لسه امكانياتي ما تسمحش ان انا اجهز التجهيزات بتاعت الناس الكبيره. وبرده ما عنديش بيت ان انا يبقى عندي سطح كبير منه للشمس والتهويه وان الحاجه تبقى نظيفه في المكان. فانا على قد امكانياتي بشتغل. والا لو انا بصيت ان انا امكانياتي مش هتنفع، وانا ما عنديش بيت، وانا ما عنديش ارض، ما عنديش مزرعه، ما عنديش بطاريات، ما عنديش، فكده عمرنا ما هنشتغل في حياتنا. هو سبحان الله، يمكن انا مختلفه شويه، يعني انا حتى غير اي حد حواليا. انا لما بدات مشروع الفراخ ده كان كله بيقول لي انت هتفشلي، انت هتخسري، انت كذا انت كذا. والله العظيم حرفيا كان من اقرب الناس ليا يقولوا لي اقعدي كده بالورقه والقلم وشوفي هتلاقي نفسك خسرانه، انت هدى حيلك على الفاضي. النهارده بيكلموني يقولوا لي عملتي ايه وجبتي ايه، احنا رحنا جبنا عشان نعمل زيك. لكن لو كل واحد يعني مشي ورا مثلا اللي هو مخاوفه، مشي ورا مخاوفه ان انا مش هقدر اعمل حاجه، مش هينفع، امكانياتي ما تسمحش، لا انا بمشي وبتوكل على ربنا. ودي مجازفه، انا بحب المجازفه، انا بجازف وبرمي توكلي على ربنا والتوفيق من عند الله. وانا ما ببقاش حاطه، يعني انا ببقى حاطه طبعا معدل خطوره، خد بالك من حاجه او خدوا بالكم كلكم عشان الانسان يبقى مرتاح نفسيا.
ربنا يا رب يبارك لي في قرشي ويبارك لكم كلكم في قرشكم. انا لما بشتغل في شغل وليكن ما شاء الله مثلا يعني انا جبت 100 فرخه 100 فرخه ابيض وبدات بيهم دوره، انا عارفه ان الدوره كلها مثلا هتكلف لها 20,000، 100 فرخه مثلا هيكلفوا لهم 20,000. فانا ببقى حاطه في تفكيري اقول لنفسي لو نمتي قمتي لقيتي حصل اي حاجه، الفراخ دي ولعت، الفراخ دي كلها ماتت، خسرتي ال20,000 كلهم، فاوعي تزعلي. فانا ماليه قلبي وعقلي بالكلام ده ان انا مش هزعل. ليه؟ لان انا عملت كل اللي اقدر عليه وتوكلت على ربنا وخدت كل احتياطاتي، ولو حصل اي حاجه دونا عن ارادتي، لا قدر الله بعد الشر ماس كهرباء، لا قدر الله بعد الشر اي حاجه بعيدا عني انا وحصل كده، انا مش هزعل، الارزاق على الله. بس انا ما بعرفش اقعد مكتوفه الايد. بالدليل كمان ان انا لما اشتغلت او اي حد عايز يشتغل هتلاقوا شهر عن شهر، دوره عن دوره، في تطور في تطور. يعني انا اوعدكم ان شاء الله، وافتكروا الفيديو ده كويس، ان خلال الاسبوع ده، النهارده الخميس، خلال الاسبوع الجاي اسبوع بالظبط شكل الاوضه دي كله هيتغير. الحمام اللي انا حطاه ده، طب ما انا مش مبسوطه بالشكل ده، لكن لما شفت الانتاج ولقيت ان الموضوع مربح بالنسبه لي وكويس، لا ده انا اهتم بقى واصرف طالما الموضوع بيجيب لي فلوس. فكل ده هيتهد وهتتجاب بطاريات اوتوماتيك بالميه بتاعتها، بسقايات، بكل حاجه. يعني حتى مش يدوي ان انا احط بايدي، لا انا جبت حاجات بطاريات بخط ميه للحمام. ده هيوفر نظافة، هيوفر حاجات بتبوظ مني، هيوفر حمام صغير بيموت كتير بسبب ان اللخبطة اللي احنا شايفينها دي. يبقى انا المنظر ده مش هنشوفه، المنظر اللي في الارض ده مش هنشوفه. هنلاقي بطارية كبيرة محطوطة في الحيطة اللي في الوش دي ان شاء الله، وهيتحط فيها كل الفراخ اللي انتوا شايفينها دي ما عدا الفراخ الصغيرة دي. شايفين الفراخ الصغيرة اهي، الصغير الحليوة ده، وعلى قد الايه ال3 بطات اللي في الارض، لحد فتره معينه، لحد برضو شهر شهرين اقدر احوش قرش في ايدي وهجيب بطاريه تانية وتبقى الارض فاضيه. الارض اللي انتوا شايفينها دي هتبقى بتبرق، بتلمع بتبرق، وهتبقى على قد البطاريات يمين وشمال، وبشيل الادراج اكنس وانضف كل يوم وخلاص على كده. يبقى انا اتوقع ان ده كده تمام، هيبقى تمام 100 يعني ما فيهوش اي حاجه، لا مجهود في الارض، ولا هخاف بقى على الارض، ولا صاحب الشقه، ولا مثلا جيران يشتكوا من الريحه، ولا اخاف مثلا حاجه. خلاص انا كده مجهزه كل حاجه، هبقى انا زي اي مزرعه عندي بطاريات. هتفرق بس في الشفاطات، انا عندي شبابيك وهركب مروحه من فوق هتهوي من فوق، ده في وقت الحر بس. وطبعا انا عندي دفايات وعندي اللمض وبشتغل دفايات في الشتاء. يبقى انا بطور من نفسي اهو، يعني انا ماشيه اهو واحده واحده وببحث وبعرف وبشوف وبطور من نفسي. نفس الكلام الاوضه الثانيه اللي فيها برضو الفراخ البيضه، انا جبت برضو البطاريتين، وهي برضو البطاريه الثالثه هتيجي. الشركه كلمتني قالوا لي النهارده ان شاء الله او يوم السبت هيبعتوا البطاريتين الكبار على ما بطاريات الحمام تجهز. فالغرض بس من كلامي، انا فاهمه كويس قوي والله نصيحه استاذ وجيه وعلى عيني وعلى راسي، بس حابه اوصل لك وجهه نظري ان انا لو ما عملتش كده مش هشتغل. انا لازم اجازف ولازم اكمل حتى لو في خسائر. انا عارفه ان في خسائر، وحضرتك شايف ان كل يوم في حاجات بتموت مني، في خسائر، بس خسائر وبرده في مكسب. ما انا بحاول ان انا اتجنب الخسائر باللي انا بعمله ده بقى، بالبطاريات اللي انا عايزه اجيبها، بالتهويه اللي انا بفكر فيها، بالنظافه اللي انا عايزاها تبقى موجوده على طول. فهو ده تجنب المخاطر اللي انا بحاول اعمله. بس برضو لحد فتره معينه كل ما يبقى فيه. يعني انا لما بدات موضوع الفراخ بدات بايه؟ ده انا بدات ب10 فرخات كنت انا بعملهم على ايدي، ما كانش عندي لا رياشه ولا اي حاجه، وجايبتهم وانا مش عارفه اصلا هيتباعوا ولا مش هيتباعوا. وصلت لدرجه ان في محافظات بيتصلوا بيا، يعني عربيات والله العظيم كانوا بيتخانقوا، الفريزرات ما كانتش مكفيه، والعربيات توزيع المجمدات والله العظيم كانوا بيتخانقوا. لا انا اللي هاخد الشغل النهارده كله، لا انا اللي هاخد الشغل النهارده كله. كانت العربيه بتاعه توزيع الفراخ دي كانت بتنزل لي انا مخصوص، وكان ما شاء الله كميه ستات بيشتغلوا معايا بيتخانقوا مين يلحق يروح يشتغل. فانا مقتنعه ان اللي بيجتهد ويبدا من الصفر ان شاء الله هيكمل وهينجح وهيكبر، والخسائر هتقل، واي مشروع بيبقى فيه خسائر. بس الشاطر اللي يعني ايه بيدرس الخسائر دي واحده واحده ويحاول يتجنبها، ويبقى عارف ان في مشكله ويحاول يحلها.
الفراخ بتاعتنا الجميله دي النهارده ناقص لها اسبوع وتتم 3 شهور، وانا هسيب منها ان شاء الله للبيض. يعني هما ما شاء الله في حاجات بدأ وشها يحمر اهو. انا جايبه لهم قشر بطيخ، وطبعا حاطه لهم علف كويس. بصوا هما كده اكلوا ما شاء الله وشربوا خلاص، بدأوا يقعدوا بقى ويرتاحوا. انا فاتحه عليهم الباب وقلت اصور لكم النهارده وانا فاتحه الباب عشان اهوي، لان انا متضايقه من الصهد اللي عندهم. انا فاتحه وش الباكين اهو بس مش عاملين حاجه، لان الارض والسبله والحاجات اللي في الارض دي بتطلع نار، بتطلع صهد، فانا خايفه عليهم. فان شاء الله الله المستعان. يعني الشركه اكدت لي ان هي البطاريات هتيجي النهارده ان شاء الله او يوم السبت على طول. مش هقعد، مش هستنى، على طول هقفل وانقل فيها، ونكحت بقى الارض دي كلها وتتمسح بقى وتبقى زي الفل، وانتوا معايا برضو. يلا صباحكم خير وصباحكم هنا وصباحكم رزق، واشتغلوا واعملوا اي حاجه، ما تخافوش من الخساره. لو خسرت مره هتكسب 10 مرات، هي التجاره كده. وممكن مكسب واحد يعوضك عن خساره 10 خسائر قبل كده. يعني بس اتوكلوا على الله وابدأوا واشتغلوا، وان شاء الله ربنا هيبارك لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.